شباب، نصبايه جديده فودافون كاش دي جديده، دي حصري بقى. انا بكلم الناس اللي عندها في المحلات بتاعتها تشتغل فودافون كاش. بص بقى، بيدخل لك عميلين. عميل الاول يقول لك انا عايز رقم استلم عليه 500 جنيه فودافون كاش. تمام، اتفضل الرقم، وبيمشي دقيقتين ويجي لي عميل تاني، فانا عايز رقم استقبل عليه فودافون كاش. فلو اديته نفس الرقم هنا النصبايه هتمشي، لو اديته رقم مختلف الدنيا مش هتمشي معاهم، لان الاتنين اللي جايين دول بيبقوا تبع بعض، بس واحد بيجي لوحده الاول والتاني بيجي بقى ممكن يكون جايب معاه خطيبته او جاي لوحده، مش مهم. المهم بيمشي، فدقيقتين يجي لك بقى الاولاني، حضرتك انا حولت لك فودافون كاش ال 500، وريك الرساله سليمه من رقم اخره كذا بالتاريخ، معامله سليمه 100%، فبتدي له حضرتك الفلوس وبيمشي 3 4 دقايق يجي لك التاني وجيب نفس الرساله، نفس التوقيت ونفس الفلوس على نفس الرقم، يقول لك انا بعت لك. اقول له لا، المعامله دي حضرتك انت لو ما خدتش بالك، لو مش مركز في الموضوع كده، هتدي له هو كمان 500 وهي ما جاتلكش غير مره واحده بس. لكن هما الاثنين متفقين مع حد يبعت المعامله، يبعت ال 500 وهيدي لكل واحد فيهم صوره وتيجي عشان تخيل عليك اللعبه يعني. يعني هو جايب لك نفس الصوره، هيقول لك ممكن تكون معلقه، لكن انت لما بتعمل استعلام على الرصيد في كل معامله بتقدر تعرف رصيدك ماشي ازاي. لكن انت خدتها بحسن نيه، فحضرتك بتلاقي المعاملتين، شفت الرسالتين، فانت خلاص يعني تمام. لكن لا، اتضح ان هما الاتنين متفقين، هي صورة واحدة وانت بتحاسب عليها مرتين، معاملة واحدة بتحاسب عليها مرتين. فانت لما تيجي في المرة التانية بتعمل ايه؟ لا، بعمل تشيك على فلوسي واخلي بالي واشوف، لا بواجهه بقى اقول له ستوب، انت لسه من دقيقتين او من ساعة او من نص ساعة او الصبح المعاملة دي بنفس التاريخ بنفس الرقم اللي اخره كذا كذا كذا، جاتني منه المعاملة ب 510 ومشي. انت جيب لي نفس المعاملة اللي اتبعتت من ساعتين او من دقيقتين، العميل اللي غيرك جاب لي نفس المعاملة دي، يبقى في حاجة غلط. حضرتك بقى يبقى الراجل يعني يا انتوا نصابين يا الراجل اللي يديكوا الصورة دي نصاب. كلم الراجل ونواجهه مع بعض، ولو يفصل ما بيننا الاسم انا ما عنديش مشكله. فانت هتواجه الراجل، هتتصل بيه تقول له انت باعت للصوره للعميل اللي قبل كده بنفس التاريخ ونفس القيمه، وبعت نفس الصوره للعميل دوت بنفس التاريخ ونفس القيمه، وجاي تاخد مني معاملتين، كل عميل عايز ياخد المعامله وهي ما جاتنيش غير مره واحده بس. فدي احدث حاجه احنا شايفينها. بيبقوا اتنين عايزين يعملوا النصباية بطريقة رسمي، بيدخلوا تاني ونركز، بيدخلوا واحد الأول أنا عايز رقم، بتديله رقم، دقيقتين يخش واحد تاني أو ممكن يخشوا الاتنين مع بعض، بتديهم نفس الرقم يمشوا دقيقتين 3 دقايق نص ساعة ساعة جاب لك الصورة. فيفضل إن أنت تقول له حضرتك هتبعت دلوقتي وقدامي بعد إذنك، أصل ربع ساعة، أصل مش عارف منين. فانت مفيش بقى اللي هو نص ساعة ربع ساعة الا لما يكون حد واثق فيه، وبعدين برضو تراجع وراه وتراجع رصيدك، عشان المعاملة ممكن تحاسب عليها مرتين وهي ما جاتلكش غير مرة واحدة. يا رب اكون نبهتكم، ركزوا الموضوع ده بقى كتير قوي. ربنا يحافظ عليكم حبايبي، يا رب اكون افدتكم.